والله راني حاير. راني حاير 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 فينا احنا المسلمين واحنا العرب كيفاش دايرين. حاب نفهم حاجات لاخاطش راني رايح نهبل من راسي. المسلمين يقولوا باللي فلسطين حابين نحروها، حابين نحروا الأقصى، ولكن صح اليهود احتلوا فلسطين، ولكن شكون يمنعنا حنايا باش نحروا هذه فلسطين؟ شكون يمنعنا احنا باش نرجعوا كرامتنا؟ ولكن ماشي بالشعارات، لازم بالفعل، لازم نخدموا لها التحرير، نخدموا له، لازم باش نحروا بلادنا ونحروا نفوسنا لازم نخدموا. انا حاجه ما فهمتهاش يا جماعه، نحبوا نحروا ولكن فلسطين، ولكن نذكروا فلسطين غير في المناسبات، ولكن بعض المسلمين غير تبدا تهدر لهم وتتكلم لهم على فلسطين من غير المناسبات يقول لك راك مرضتنا بفلسطين، انت تهدر لنا غير على فلسطين، انت تتحدث لنا غير على فلسطين. وك علي من نتحدثوا، علي من نتحدثوا؟ كاين شيء نتحدثوا عليه من غير فلسطين؟ كاين شيء نتحدثوا عليه من غير كرامتنا؟ انا حاجه ما فهمتهاش. صح اليهود احتلوا فلسطين بصح، شكون؟ هل اليهود هما اللي فرقونا؟ احنا فرقنا رواحنا. شكون اللي يمنعنا باش نتجمعوا نفوسنا؟ شكون اللي يمنعنا باش نشدوا في ديننا؟ شكون اللي يمنعنا باش نتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدنا ونبينا وقدوتنا؟ شكون يمنعنا؟ شكون يمنعنا باش نتمسكوا بكتاب الله بالقرآن، باش نفهم الآيات تاع ربي سبحانه وتعالى؟ نحفظوا القرآن صح، ما كاش اللي يخدم بالقرآن. لو نجي ونطبقوا آية من آيات الله تقوم القيامة، هذا السيد اللي حافظ القرآن ويفهم الناس القرآن هو اللي راح يحاربك، هو اللي راح يواجهك. شكون اللي أنا تلفت لي صراحة. أنا واحد مسلم، عربي مسلم عنده عقيدة، يجي يحكي لي على ماركس ويحكي لي على لينين ويحكي لي على الشيوعية ويقول لي لازم نطبقوا الشيوعية ولازم نطبقوا الاشتراكية ولازم نطبقوا الرأسمالية ولازم نطبقوا. يرحم بابك، ماركس خلته لك يماك، خلاه لك باباك، خلته لك جداتك. لينين كاش ما تعرف كان يستقهوى معاك، كان جارك، كاش ما دالك، كاش ما عطاك، كاش ما جاب لك الكرامه والعزه تاعك، خليت دينك تاع العز تاع رب السماوات اللي يرزقك بالليل والنهار، اللي هو خلقك وكرمك وطاك الخير، وطاك نبي وطاك دستور اللي هو القران، وتروح تتبع لي لينين، تروح تتبع لي ستالين، تروح تتبع لي سقراط، ديكارت، وتحكي لي عن الرأسمالية ومانيش عارف وأمريكا والقطب الشمالي ومانيش عارف، وتقول لي حاب نحرر فلسطين. ما تحررش فلسطين مادام ما حررتش روحك. لازم تحرر روحك، لازم احنا نفوسنا نحروها باش نحرروا فلسطين. يا ناس اتقوا الله. شكون اللي قال لنا كل واحد عنده زيتونه وروشي حاب يدير لي دوله، حاب يدير لي عرش، حاب يدير لي رايو، العصبيه، العروش، القبائل، الدنيا، الهم، نتفرقوا. المهم نموتوا على الفرقه، نموتوا عليها. مستحيل نحرروا فلسطين وحنا متفرقين. نديروا حزب نصيبوه 4 احزاب، من بعد نديروا جماعه نصيبوها 50 جماعه. نموتوا على الفرقه، نموتوا على الاختلاف. احنا العرب، احنا المسلمين اللي دين واحد وعقيده واحده، نموتوا على الفرقه. هل نحرروا فلسطين؟ هذا نحرروا فلسطين يرحم باباكم. وكذلك واحد يجي يقول لك والله انا نحوس رخصه باش ندير نشاط لفلسطين. التحرير والحريه تحتاج الى رخصه. الشهداء في اي وطن من الاوطان باش حروا بلادهم وحروا جابوا كرامتهم وحريتهم، جابوا الرخص من الانتداب البريطاني ومن الاحتلال الفرنسي. راحوا جابوا رخص، قالوا لهم اعطيونا رخصه باش نجاهدوا ضدكم، باش حابين نحروا الوطن نتاعنا ونجيبوا حريتنا ونقضيوا على الظلم، لازم تعطيونا رخصه. يعقل هذا؟ راكم حتهبلونا يا ناس.
هل هذا يعقل؟ فهمونا الله يرحم جدكم يا مسلمين، فهمونا. فهمونا انتم كيفاشكم فهمتوا القرآن هذا، كيف فهمتوه؟ هل اليهود هما بعدوكم على كتاب الله؟ انت واش تقبض آية تحفظها وتطبقها في حياتك، تبدا من دارك، من اولادك، من نفسك، من جيرانك، من اهلك، تقبضها تطبقها. ربي ينصرنا بها، ربي يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا مسلمين. ربي ينصرنا، نصر الله آتي. احنا واش درنا؟ احنا واش انا نخدموا باش نصرنا؟ تا واحد يتمسخر بك، يشري طاقم نتاع مانيش عارف تاع حاجه في بيته تسوى الملايين، تكلف الملايين، ويجي يتبرع لك لفلسطين بفراك بسانتيم، يقول لك والله هذا تبرع لفلسطين. هل هكذا نحروا فلسطين؟ نتقاعدوا بنفوسنا ولا نتمسخر بالله سبحانه وتعالى؟ حاشا لله. هكذا نحروا فلسطين؟ نحروا فلسطين بالبكاء. خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود بالبكاء. تحرير فلسطين يأتي بالشهامة، بالعزة، بالكرامة، بالمعنويات المرتفعة، بالرجالة. يأتي النصر، ما يأتيش بالناس تبكي، ناس جبناء، ناس خوافين. احنا الإسلام ما فيش خوف، الإسلام شجاعة. أنا نحير في واحد مسلم يقول لي خايف، واحد مسلم يقول لي نخشى الله، نخشى الموت. ياك الموت أجل، الموت أجل، والخوف من الله وحده. والأجل هو يقتل ربي وكتب لك كيفاش تموت وما هي. إذا الأسباب تعددت فالموت واحد يا مسلمين. حروا، قوموا فوق، قوموا أفضنوا من الغفلة تاعكم، ما تنوفقوش. قتلتونا بالتنوفيق. ماشي هكذا يا مسلمين، ما تكونوش هكذا. اتقوا الله، افطنوا يا مسلمين، افطنوا. سبب احتلال فلسطين ماهوش اليهود، احنا العرب، احنا حابين اليهود يقعدوا جاثمين فوق مقدساتنا، فوق كرامتنا. احنا ماناش حابين نحروا نفوسنا يا مسلمين. احنا اتقوا الله وفطنوا يا مسلمين. نوضوا. اليهود أهون من بيت العنكبوت، هكذا قال القرآن. اليهود جبناء حارسين على الحياة كما أنتم تحرصون المفروض على الشهادة والموت في سبيل الله من أجل كرامتكم ودينكم وعقيدتكم. هذا هو الإسلام وهذا هو التحرير. يكون هكذا، ما يكونش بالرقاد، ما يكونش بالتنوفيق، ما يكونش بالخوف. اللي يحوس على صلاح الدين، هاو صلاح الدين موجود، هاو آلاف صلاح الدين، إخوانكم في غزة، أبطالكم في العالم موجودين. صلاح الدين من أمثال صلاح الدين. ولكن احنا نخليو الناس الأطهار نروح نركض من الذين باعوا الأوطان وباعوا الدين، نروح نركض ونصفق لهم بني ويوي. نقف ضد العلماء الأطهار ونروح نصفق لعلماء البلاط ونقول نريد تحرير فلسطين. هل هكذا تحرر فلسطين؟ تحرر بالتنوفيق؟ واش راح تدوا معاكم في ابن هذه الدنيا؟ تديو كلمة حق، تديو رضا الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. السلام عليكم.